السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ومرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من مسلسل ويبقى الأمل. في هذه الحلقة غادي نشوف فراس اللي قرر يخبر عفاف بالحقيقة، وغادي نشوفوا ردة الفعل ديالها، واش غادا تقدر تسامح ولا لا. والفرحة ديال ميرهان من بعد ما عرفات أن العلاقة ديال فراس وعفاف دمرات، وكذلك عفاف اللي غادا تهجم على لينا في المنزل ديالهم. وردة الفعل ديالها فاش غادا تخبرها لينا باللي هو كان كيشفق عليها حيت ما كانش كتولد، وانه كان صابر عليها احتراما دوك السنين اللي كانت هي كتشتغل في ايطاليا باش كانت كتصرف عليه باش يكمل الدراسه ديالو. المهم البدايه غتكون مع فراس من المزرعه اللي كان في المزرعه، وكان خايف على الحصان ديالو وطلب من الطبيب باش يدير مجهود. من بعد اتصل بيه امير وخبروا باللي سونيا جات الشركه على قبله حيت هو ما كيجاوبش الاتصالات ديالها، وكنظن بلي الحاله ديال عفاف صعيبه. فراس قال لي صافي، انا غادي نمشي لعند عفاف ونتكلم معاها ونخبرها بكل شيء. وهنا غادي نشوف فراس اللي مشى للمنزل ديال عفاف واعتذر منها حيت ما كانش كيرد على الاتصالات ديالها. عفاف قالت ليه واش وقع شي حاجه في الشركه، هو قال لي لا. وعفاف قالت ليه اذا اشنو اللي واقع؟ انا وغصون بقينا كنتظروك، انت ما كنتيش كتجاوب على حتى الرسائل ديالي. واش كان صعيب لك تقول لي ملي انا ما نقدرش نجي؟ واش ما بغيتيناش نكونوا معاك؟ هو قال لها اكثر حاجه كنتمناها هي نكون معاكم، ولكن ما نقدرش. وهي قالت لي اشنو كيعني هادشي؟ يلا خبرني اشنو اللي واقع. هو قال لها انا ما نقدرش نخبرك. وعفاف قالت ليه انت اعلنتي الحب ديالك ليا قدام كلشي، ودابا انت ما قادرش تقول لي اشنو اللي واقع. انت خبرتيني بلي انت كتبغيني وما تقدرش تعيش بلا بيا، علاش كتصرف معايا بهاد الطريقه؟ المهم فراس خبرها ملي لينا هي الام ديال غصون وانه هو الخال ديالها. عفاف تصدمات وقالت لي اشنو كتقول؟ فراس قال لها انا عرفت بالعلاقه ديال لينا وسلمان في الليله اللي ارتكب فيها سلمان الحادثه. انا ما قدرت ندير حتى حاجه غير انني نتصل بالاسعاف، ولكن غير صدقيني انا ما كنتش عارف ملي غصون كاين في السياره معاه. عفاف قالت ليه واش انت طول هاد الوقت وانت ساكت وما خبرتيني بحتى حاجه واستمريتي بالكذوب وانت كتشوف ليا في عينيا؟ فراس قال لها انا ما كنتش عارف ملي غصون هي الابنه ديال لينا. انا شكيت وسولتها في كل مره كانت كتقول لي لا. من بعد عاد عرفت. انا بغيت نخبرك ولكن غصون كانت سعيده معاك وانا خفت لا نحطمكم. من بعد وقعت في الحب ديالك، وهاد المره سكت على قبل الحب ديالي. انا خفت لا نخسرك انت وغصون. عفاف قالت لي انت كتكذب عليا وانت كتشوف ليا في عينيا. وفراس قال لها انا ما قدرتش نوفي بالوعد ديالي، ولكن الحب ديالي ليك كان حقيقي، وكاع هادشي اللي قلت لك حقيقي. غصون عائلتي وحتى انت بغيتك تكوني عائلتي. عفاف قالت لي ما غاديش يوقع هادشي مستحيل، غادي تبعد مني انت وعائلتك. انا ما بغيتش نشوف وجهك، خرج من المنزل ديالي، انا كنكرهك. المهم عفاف طردته من المنزل. فراس قال لها انا غادي نبقى نبغيك يوقع اللي وقع. المهم عفاف كانت محطبه بزاف من بعد ما خبرها فراس ملي غصون هي الابنه ديال لينا، وسونيا اللي كانت مع امير اللي كانوا خارجين مع بعضياتهم. وسونيا كانت كتفكر. امير قال لها اشنو اللي واقع، فاش كتفكري؟ وسونيا من بعد ما خبرته هدى ملي امير كان كيبغيها وغادي المراه اللي بغيتي لسنوات وما قدرتيش تخلي عليها. امير قال لها واش تكلمتي مع هدى؟ وسونيا قالت لي هي اللي تكلمات معايا. امير قال لها فهمت. المهم امير خبرها بلي ما بقاش كيبغيها. هنا غادي تشوفوا عفاف اللي تعصبات بزاف. من بعد ذكرات فاش خرجت مع فراس وغصون وبقات كتقول ما خاصش غصون تشوفني في هاد الحاله. واتصلت بسونيا وقالت لها واش قادره تجيبي غصون من راود؟ سونيا قالت لها اشنو اللي واقع، واش انت بخير؟ وعفاف قالت لها لا انا ماشي بخير. سونيا قالت لها انا غادي نجي لعندك دابا. وهي قالت لها خدي غصون للمنزل ديالكم باش ما تشوفنيش في هاد الحاله. سونيا قالت لها انا غادي نوصلها لعند الام ديالي وغادي نجي لعندك. سونيا جات لعند عفاف اللي عنقاتها وبقات غير كتبكي. سونيا قالت لها يلا خبرني اشنو اللي واقع. المهم عفاف خبراتها من اللي فراس هو الخال ديال غصون ولينا هي الام ديالها. هنا غادي نشوف فراس اللي رجع للمنزل وخبرهم باللي خبر عفاف بكلشي. ميرهان قالت ليه انت اشنو كتقصد باللي خبرتيها بكلشي؟ فراس قال لينا من دابا ما بقاش اسرار. وقال ميرهان انا ما قلتش بلي انتي هددتيني ودابا وقع هداك الشيء اللي بغيتي. عفاف دابا كتكرهني بزاف وغادا تستمر في الحياه هي وغصون، وإلا حاولت شي وحده فيكم باش تفسد هاد الحياه وتسلب السعاده ديالهم
كنقسم لكم غادي نحول حياتكم لجحيم. وسونيا اللي قالت لعفاف: انا ما عرفت ما نقول لك، انا راه تصدمت. وعفاف قالت ليها: حنا كنا كنبحثوا عليها وهي كانت غير قدامنا، هي ما تاثراتش ودخلت حتى المنزل ديالي. وفراس ما قال حتى حاجه، كلشي كان كذبه، الحب والعشق ديالو كلشي كذوب. سونيا قالت لها: ما تنسيش بلي كاين واحد الجانب اللي زوين في هذا الامر، هي غصون. عفاف قالت لها: انا غادي نمشي نجيبها. وسونيا ما خلاتهاش تمشي وقالت لها: كنوعدك كلشي غادي يولي مزيان. وهي قالت لها: انا غادي نولي قويه ملي نكون في جنب غصون. من بعد غادي نشوفوها جابت غصون اللي كانت ناعسه في السرير ونعسات حداها، وبقات كتذكر في اللحظات اللي كانت غصون كتشوف فيها لينا وكتخاف منها. وفي الصباح غادي نشوف فراس والام ديالو كانوا كيفطروا. في نفس الوقت دق الجرس. ميرفت فتحت الباب وكانت عفاف وقالت لهم فينا هي. فراس طلب منا باش تهدن، وعفاف غوتات وقالت لي فينا هي لينا. ودخلت وبقات كتغوت على لينا. من بعد طلعت لعندها وبقات كتبحث عليها. من بعد لينا خرجت من الغرفه ديالها. عفاف مشات لعندها ولينا كانت باغا تغلق الباب. عفاف دفعاتها ودخلت لعندها وسدت عليهم الباب. لينا خافت بزاف وعفاف قالت لها: واخيرا تلاقينا يا بيتك. قالت لها: واش خفتي؟ واش كانت غصون كتخاف منك بحال هكا؟ لينا بغات تهرب منها وعفاف دفعاتها فوق السرير وقالت لها: ما يمكنش ليك تمشي حتى شي بلاصه. لينا بقات كتنادي على الام ديالها اللي طلبت من فراس باش يهرس الباب. هو قال لها: لا، ما غاديش نفتح الباب. ولينا كانت كتحاول باش تهرب ولكن عفاف كتمنعها وقالت لها: حتى شي واحد ما غادي يخرج من هنا حتى نعرف الاجوبه ديال الاسئله اللي عندي. وميرهان طلبت من فراس باش يفتح الباب. فراس قال لها: انا ما غاديش نفتح حتى تاخذ عفاف الاجوبه ديال الاسئله ديالها. وميرهان قالت ليه: حتى شي واحد ما يمكن ليه يدخل المنزل ديالي بهذه الطريقه. وفراس قال لها: هما غاديين غير يتكلموا. ولينا قالت لعفاف: اشنو غادي يوقع الا ما تكلمتش وما خبرتكش على داكشي اللي كتسائلي عليه؟ عفاف قالت لها: واش عارفه الغضب ديال المراه تخانت، وكنظن حتى انت ما باغاش تشوفيه، ودابا غادي تجلسي. وغوتات عليها. لينا جلسات وهي قالت لها: دابا غادي تخبريني بكلشي. لينا قالت لها: انا غادي نخبرك ملي انت باغا تعرفي. كانت غير ليله وحده، فاش عرفت انا حامله تاخر الوقت بزاف وما كان عندي حتى شي واحد اخر اللي نتصل به من غير سلمان، وكنظن ملي هو حس بالمسؤوليه. عفاف قالت لها: يعني ما كانش كيبغيك؟ ولينا بدات كتبتسم وقالت لي: هادشي ما كانش. عفاف قالت لها: واش كنتي عارفه ملي هو مزوج؟ ولينا قالت لها: هو راه مخباش عليا هادشي، وفيما كانت كتجيه الفرصه كان كيتكلم ليا عليك، وكنت كنتقلق بزاف، ولكن كان كيبغيك غير انتي، والسبب الوحيد اللي خلاه يكون جنبي هو غصون. وحتى في اليوم ديال الحادثه كان غادي باش يخبرك. وعفاف قالت لها: انتي غير كتكذبي. لينا قالت لها: بغيتي تصدقي ولا ما تصدقيش ما بقاش كيهمني. عفاف قالت لها: وغصون واش حتى هي ما كتهمكش ياك؟ هي راه كتكرهك وكتخاف منك، اشنو درتي لهاديك الطفله الزوينه؟ ولينا قالت لها: درت ليها داكشي اللي شفتو من الام ديالي. وعفاف غوتات عليها وقالت لها: ما كنتيش مضطره باش تعاملي معها بنفس الطريقه، ما كنتيش مضطره باش تحولي حياتها لكابوس، حيت الام ديالك دارت ليك بحال هكا، انتي اختاريتي تكوني ام سيئه. ولينا قالت لها: انا ام سيئه ما قدرتش نعتني بها، ولكن راني سمحت ليك باش تبقى معاك، وانتي دابا كتلعبي الدور ديال الام. عفاف قالت لها: الا بغيتي ما تسمحيش انا ما غاديش نسمح ليك تخوفيها ولا تاذيها، غادي نحميها بحال بنتي. وكيف ما كيتوجب على الام دير. من بعد قالت لها: واش عارفه ملي انا كنكرهك وكنشفق عليك بقيتي بلا رحمه لدرجه انك ما بقيتيش تعرفي كيفاش تبغي ولا تبغاي، غادي تبقاي وحيده طول حياتك. ولدتي طفله ولكن حتى هي ما كتبغيكش. من بعد خرجت ولقات في راسو ميرهان وقالت لهم: دمرتوا لي حياتي. وقالت ميرهان: انتي جيتي للمنزل ديالي بلا حشم بلا حياه وطرحتي عليا اسئله وتصرفتي بحال حنا اقرباء، ولكن انا شنو درت؟ ثقت فيك. من بعد قالت فراس: نتوما كتشبهوا لبعضياتكم بزاف، غادي تبعدوا مني ومن بنتي. من بعد خرجت ولينا قالت لهم: واش ما غادي نديروا حتى حاجه، واش غادي تسمحوا ليها تمشي بهذه الطريقه؟ لينا كانت غادا تبعها وفراس حاول يمنعها. لينا تبعت عفاف وقالت لها: واش صدقتي هذاك الشيء اللي قلت لك؟ هذه هي المشكله ديالك، كتصدقي كلشي، من بعد كتقولي كذبوا عليا. كون قلت لك شي حاجه اخرى كنتي غادا تصدقيني.
عفاف قالت لها انتي اشنو كتقولي؟ ولينا قالت لها سلمان كان كيبغيني بحال شي مجنون. واش عرفتي اشنو كان كيقول عليك؟ كان كيقول بلي انتي ممله وكنتي خطأ في حياته، وكان كيحس بلي هو مدين ليك حيت فاش كان كيقرا في ايطاليا كنتي كتساعديه على قبل الدراسه ديالو. عفاف بقات غير كتبكي، ولينا قالت لها كون كنتي مرا، كون منحتي الزوج ديالك طفل، حسن ما تشكي في الامومه ديالي. كون منحتي طفل ما كانش غادي يهرب في كل فرصه ويجي لعندي. وعفاف صرفقاتها وبقات كتشوف فراس من بعد مشات. وكانت هذه النهايه ديال الحلقه. نتمنى الحلقه تنال اعجابكم. شكرا لكم على التتبع ديالكم والى اللقاء.